السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده إن شاء الله هنتكلم فيه عن أهم مواضيع الباراجراف المتوقعة اللي نركز عليها قوي لامتحان نصف العام. مش معنى كده إن إحنا ما نعرفش المواضيع اللي عندنا الباقية، لا طبعا نعرف المواضيع التانية ونذاكرها كويس، لكن وأنت بتذاكر يكون تركيزك على المواضيع اللي هنتكلم عنها في الفيديو ده أكتر شوية. وعايزة أقول لكم إن إحنا حلينا على القناة هنا امتحانات مهمة جدا لامتحان نصف العام، مجمعها لكم كلها في قائمة تشغيل، يا ريت تراجعوها قبل الامتحان. وعايزاكم تركزوا معايا كويس قوي، تكبروا الشاشة تعلوا الجودة علشان نشوف كويس. ويلا بينا نبتدي على طول. أول باراجراف مهم جدا عندنا عن my last summer vacation، الأجازة الصيفية الماضية. لو قالك summer vacation الأجازة الصيفية، أو قالك summer activities اللي هو الأنشطة الصيفية، فهنكتب الموضوع ده. فهنقول إيه؟ last summer vacation was great، يعني الأجازة الصيفية الماضية كانت عظيمة أو رائعة. as I did many activities، لأن عملت العديد من الأنشطة. I traveled to غردقة with my family and cousins، يعني أنا سافرت الغردقة مع عائلتي وولاد عمي أو ولاد خالي. We swam in the sea، يعني احنا عمنا في البحر. We rode bikes and played many games together، يعني ركبنا الدراجات ولعبنا الكثير من الألعاب معا. We enjoyed our time there، استمتعنا بوقتنا هناك. I also volunteered to help clean the streets in our city، يعني أنا كمان تطوعت إن أنا أساعد في تنظيف الشوارع في مدينتي. Every weekend، يعني كل نهاية عطلة أسبوع، we collected trash from the streets and send it to the recycling center، يعني إحنا كنا بنجمع القمامة من الشوارع ونرسلها لمين؟ لمراكز إعادة التصنيع. طيب عملت إيه كمان؟ I joined the football team at the club، يعني التحقت بفريق كرة القدم في النادي. and we won tournament، يعني فزنا في البطولة. we were really happy، يعني حقيقي كنا سعداء. I read many books and watched many movies، وقرأت العديد أو الكثير من الكتب وشاهدت الكثير من الأفلام. يبقى دي كانت الأجازة الصيفية بتاعتي أو الأنشطة اللي عملتها في الأجازة الصيفية. تاني باراجراف مهم عندنا جدا عن your favorite sports star، عن نجمك المفضل. فهنقول مثلا عن هانا جودة. هانا جودة is my favorite sports star، يعني هي نجمي الرياضي المفضل. She is a great table tennis player، يعني هي لاعبة تنس طاولة عظيمة. She started playing table tennis at the age of 4، يعني هي بدأت لعب تنس الطاولة في عمر الرابعة. She is talented، يعني هي موهوبة and has a great speed and skill، وعندها مهارة وسرعة عظيمة. She became the youngest national champion، يعني أصبحت أصغر بطلة وطنية. She has won a lot of awards in this game، يعني فازت بالعديد من الجوائز في هذه اللعبة. She has taken part in many competitions all over the world، يعني شاركت في العديد من المسابقات حول العالم. She won a top award at the ITTF African Cup in Lagos. She always works hard، كانت بتعمل بجد دايما. تالت باراجراف مهم عندنا جدا برضو عن my free time، يعني وقت فراغي. فهنقول it's important to use your free time well، يعني من المهم ان انت تستغل او تستخدم وقت فراغك جيدا. You can do many activities، يعني تستطيع ان تمارس او تقوم بالكثير من الانشطة. Indoors، بالداخل. You can read books، تستطيع ان تقرأ الكتب. Watch TV، تشاهد التلفاز. Or draw pictures، او ترسم الصور. outdoors، يعني بالخارج. You can go for a walk، تستطيع أن تذهب للتمشية. ride a bike، ركوب الدراجات. or play sports، أو لعب الرياضة. I enjoy drawing and playing football، أنا بستمتع بالرسم ولعب كرة القدم. I draw every evening، يعني أنا برسم كل مساء. after dinner، بعد العشاء. I play football with my friends on Saturday mornings، يعني أنا بلعب كرة القدم مع أصدقائي في صباح يوم السبت. Spending time with family is also fun، يعني قضاء وقت مع عائلة هو أيضا ممتع. We like to cook meals together، يعني بنحب إن احنا نطبخ الوجبات معا and watch TV، ونشاهد التلفاز أو التلفزيون. Sometimes، أحيانا. We go to the park for a picnic، بنذهب للحديقة أو المنتزه للنزهة. It's nice to relax، يعني ده شيء جميل للراحة. and enjoy time with family، وإن أنت تقضي وقت مع عائلتك. رابع باراجراف مهم جدا برضو عندنا عن my family، عائلتي. فهقول
I live in a small apartment in a village. يعني أنا بعيش في شقة صغيرة أو شقة صغيرة في قرية. There are 5 members in my family. بيوجد 5 أفراد في عائلتي. My mom, dad, 2 sisters and me. يعني ماما وبابا وأختين وأنا. My grandparents don't live with us. يعني أجدادي اللي هو جدي وجدتي مش عايشين معانا. They stay in their own house nearby. يعني بيبقوا في منزلهم بالقرب منا. They visit us often and bring delicious food. يعني غالبا لما بيزورونا وبيجيبوا لنا طعام لذيذ. My mom cooks dinner every night. يعني ماما بتجهز العشاء أو بتطبخ لنا العشاء every night كل ليلة. And we eat together as a family. وبناكل مع بعض كعائلة. During dinner يعني خلال أو أثناء العشاء we talk about our day. بنتكلم عن يومنا and share stories. وبنشارك القصص. At weekends في نهاية عطلة الأسبوع we like to play games. بنحب إن احنا نلعب ألعاب and watch films together. ونشاهد الأفلام معا. We also enjoy going to the park for a picnic. وأيضا بنستمتع للذهاب للحديقة for a picnic للنزهة. I love spending time with my family. بحب إن أنا أقضي وقت فراغ مع عائلتي. خامس باراجراف مهم جدا برضو معانا عن my favorite traditional meal. يعني الوجبة التقليدية المفضلة لدي. فتكتب عن أي وجبة تقليدية بتحبها. كتبنا قبل كده عن الحواوشي في فيديو من فيديوهات الامتحانات اللي حليناها مع بعض. وهنتكلم النهاردة عن الكشري. فهنقول إيه؟ Egypt has a lot of interesting food. يعني مصر فيها الكثير من الأطعمة الشيقة أو الجميلة. But my favorite traditional meal is كشري. لكن الوجبة التقليدية المفضلة لدي هي الكشري. I like it. أنا بحبها because it tastes delicious. لأن مذاقها لذيذ. And it's fun to eat. وممتعة في الأكل. It's very popular. يعني هي شعبية جدا. Many people like to eat كشري for lunch. كثير من الناس بيحبوا ياكلوا كشري على الغداء. The main ingredients of كشري are pasta. يعني المكونات الأساسية للكشري هي الباستا المكرونة، رايس الأرز، lentils اللي هي البقوليات أو العدس and tomatoes الطماطم. There are a lot of famous كشري restaurants in Egypt. يعني بيوجد الكثير من المطاعم الكشري المشهورة في مصر. It can be healthy if we use fresh ingredients and not too much oil. يعني ممكن يكون صحي لو استخدمنا مكونات طازجة وما استخدمناش زيت كتير. The taste is amazing. يعني المذاق مذهل. I like to eat it with family and friends. يعني أنا بحب أكلها مع العائلة ومع الأصدقاء. سادس باراجراف مهم جدا عندنا برضو نركز عليه. لو قالك a visit to an ancient building. زيارة لمبنى قديم. فهنقول last week يعني الأسبوع الماضي I went on a school trip with my friends to the temple of Edfu. يعني الأسبوع الماضي ذهبت في رحلة مدرسية مع أصدقائي لمعبد إدفو. It's an ancient temple in the town of إدفو. يعني هو معبد قديم في مدينة إدفو. إدفو is located on the west bank of the river Nile. يعني هي بتقع على إيه؟ على الضفة الغربية من نهر النيل. It's between Luxor and أسوان. بين الأقصر وأسوان. This temple is very important to understand the life in ancient Egypt. يعني المعبد ده كان مهم جدا إن هو بيفهمنا الحياة في مصر القديمة. The writings on the wall give us useful information about the language and the religion of ancient Egyptian people. يعني الكتابات اللي كانت موجودة على الحائط بتعطينا معلومات مفيدة عن اللغة والدين للمصريين القدماء. It was very amazing trip. يعني كانت رحلة رائعة أو مذهلة جدا. Our history teacher helped us a lot. يعني مدرس التاريخ بتاعنا ساعدنا كتير. وبس كده حبايبي يكون فيديو النهارده انتهى. بتمنى لكم التوفيق جميعا، يا رب تكونوا استفدتم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك، ولو حابين تشتركوا معايا على قناه التليجرام بينزل على امتحانات PDF. هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف اسفل الفيديو وفي اول كومنت مثبت. ولو حابين تتابعوني اكتر ويوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناه، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه، كمان تفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد بينزل ان شاء الله. اشوفكم الفيديوهات القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.